أهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهاردة معانا سمك مقلي بس بطريقة صحية جدا أوعدكم. بس قبل ما نبدأ، دعمكم لينا واشتراككم في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. زي ما قلنا احنا معانا النهاردة سمك مقلي. السمكة ديت اهي، أنا معرفش اسمها ايه عندنا في مصر، بس في النمسا وألمانيا بيقولوا عليها سمكة الصندر. مش الصندل، الصندر بيقولوا عليها هنا كده. طيب هنعملها ازاي؟ احنا هنعملها مقلي زي ما قلنا، ولا زيت كتير ولا دقيق كتير ولا حتى توابل كتير. بس هنعمل فيها ايه؟ احنا هنعملها جزل، فهنقطعها وهنرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده قطعناها جزل. يا ريت لو حد يعرف منكم نوع السمك ده ايه في مصر، يا ريت تكتب لي في التعليقات. طيب بعد ما عملناها كده هنعمل ايه؟ طيب التوابل عباره عن ايه؟ التوابل عباره عن شويه ملح مع شويه فلفل اسمر بس. تمام. طبعا احنا عارفين هنملحها ازاي. هنفتح السمكه من جوه كده، شويه ملح خفاف مع شويه فلفل اسمر اهو. اللي بعدها برضه نفس الموضوع، واللي هيتبقى هنرشه على السمكايه من بره. تمام كده. طيب احنا ملحنا السمكه اهوت من جوه ومن بره زي ما احنا شايفين كده. بعمل ايه بقى؟ بقوم جاي طاسه زي ديت وحاطط فيها شويه زيت، يعني شويه زيت لا يسكروا اهم في بطن الطاسه، ما بملهاش كلها زيت اهو. وبستنى اول ما الزيت يسخن خالص وبقوم نازل بالسمك اهو. بسم الله اهو. حتى ده كان بطروخ، البطروخ بتاع السمكه. ها، مش هعمله برضو في الدقيق وانزله في الزيت، هنزله زي ما هو كده في الزيت. تمام كده. طيب حبايبي، انا اتعمدت اوريكم السمك اهوت بيتقلى في الطاسه، مفيش اي مشكله خالص، وعمال اقلبه اهوت يمين وشمال. اهم حاجه ان احنا قبل ما ننزل السمك في الطاسه تكون الطاسه سخنه مولعه، وبعد ما بننزل بالسمك بنوطي النار عليه اهو. عمال اقلب فيه يمين وشمال زي ما انتم شايفين اهو. بس البطروخ احنا طلعناه علشان ما بيستحملش النار كتير. ونصيحه مني لاي اخت فاضله، لما بتعملي سمك جزل وتحمريه بالطريقه ديت من غير زيت او زيت قليل او من غير دقيق، اوعي تحطي توم معاه. لما اطلع السمك دوت هقول لك تعملي ايه بالظبط في موضوع التوم. طيب السمك اهو قليناه، ما فيهوش اي مشكله خالص. طيب هنعمل ايه بقى في موضوع التوم؟ موضوع التوم في نفس الطاسه وهي سخنه كده على البوتاجاز، ركزوا معايا بقى في اللي انا هعمله دوت. هنعمل ايه؟ هنجيب يعني حته زبده صغيره خالص اهي، وهنستناها في الطاسه لما تسيح خالص في نفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها السمك. نمشيها كده في الطاسه. ودي انسب طريقه للتوم، لان انتوا عارفين ما فيش سمك ما بيتاكلش من غير توم. انسب طريقه للسمك الفيليه او السمك اللي بيتعمل من غير زيت خالص، وخاصه السمك الجزل اهو. بنقوم جايين بقى عاملين ايه؟ نازلين بشويه توم بودره او شويه توم صابح اللي موجود اهو. تمام كده. وشويه كزبره ناشفين، وهنقلبهم في الزبده كده. عارفين الدقه بتاعت الملوخيه؟ نفس الموضوع بالظبط. والله عليه بعد ما بنعمل التوم مع الكزبره ونحطه على السمك اللي هو الجزل. طيب كده ريحه التوم مع الكزبره طلعت، بنقوم عاملين بقى جايبين شويه ليمون اهو اهو. ونقوم نازلين على السمك كده. الله على الريحه، الله على الريحه. وزي ما احنا شايفين كده احلى شويه سمك تاكليهم بصراحه بالطريقه دي. طيب حبايبي، وده كان شكل السمك
النهائي بتاعنا بعد ما خلص. وزي ما قلت لكم، لو هنعمل سمك الجزل بالطريقه ديت اتمنى تكون عجبتكم، نعمل التوم في الاخر بالطريقه ديت، هتعجبكم قوي، وريحه السمك بصراحه رهيبه. تمام. طيب اكله زي ديت انا بنزل معاها بايه؟ انا رايي الشخصي شويه رز، وده على فكره برضو رز مسلوق، مش رز مطبوخ في حله، بسلقه. بعد ما اسلقه بصفيه من كل النشويات اللي فيه، وبتبله وبطلعه بالطريقه ديت. يعني رز برضو صحي، مش مطبوخ ولا بزيت ولا بسمنه ولا باي حاجه. طبعا شويه السلطه بتاعنا الجمال اللي احنا متعودين عليهم عندنا في مصر. اتمنى لو كانت الطريقه ديت عجبتكم، فيا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وتكتبوا لي اسم السمكه ديت عندنا ايه في مصر، لان بصراحه انا ما اعرفش. زي ما قلت لكم عندنا في النمسا والمانيا اسمها صندر. تمام. ولو كان الفيديو عجبكم ما تنسوناش بدعمكم واشتراككم هنا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.